شوفوا النظره باقا ما غسلت وجهي، شوفوا وجهي شحال كيبري. هذا الماسك راه واعر واعر واعر، يعني ضروري تجربوه كاملين، يعني ما كاينه فندوده لا حتى شي حاجه. شوفوا البشره، بشره صافيه وطبيعيه 100%، وباقا ما غسلت وجهي. شوفوا النظره اللي كيعطي هذا الماسك تبارك الله. شوف. السلام عليكم، اهلا وسهلا المتتبعين، اش اخباركم؟ واش كتعاودوا؟ اموركم هانيه؟ كلشي هو داك. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم ماسك واعر بزاف. الماسك كيرطب البشره وكيعطيها واحد النضاره اللي زوينه بزاف، والمكونات ديالو بساطين جدا ومتوفرين في كل الدار. كما كتعرفوني ديما كنشارك معكم الحاجه اللي تكون بسيطه وتكون عندها المصداقيه. وخليكم معايا نمشيو مباشره على طريقه التحضير ديال هذا الماسك، وما تمشيو فين، بقاو معايا ونبداو على بركه الله. الماسك ديالنا غادي نحتاجو شي اناء بحال هكا فين غنصايبو الماسك ديالنا، وغادي نحتاجو المكون اساسي في هذا الماسك هو السويهله. السويهله البنات راه مهمه جدا في الترطيب ديال البشره، يعني واعره 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 بزاف بزاف. كنحتاجو غير واحد الطريف صغير بحال هكا، يعني الصراحه واخا هي غاليه ولكن ملي كنجيبوها كنهزو منها واحد الطريف بحال هكا. كنحيدو غير اللوب ديال السويره، يعني نحاولوا ما نقيسوش هذا القصح، وبحال هكا يعني القياس ديال 2 معالق. ها نتوما قياس ديال 2 معالق كبارين ديال السويهله. هذه وقتها، علاش ما نستغلوش هذه الفرصه؟ راه زوينه، جربوها وردوا عليها الخبر. يعني كترطب بواحد الطريقه اللي زوينه بزاف وكتعطي النضاره للبشره، يعني خطيره بزاف بزاف في الترطيب ديال الوجه. وصافي بحال هكا غادي نحاولوا نمعسوها غير بهذه الطريقه، ولا الا بغيتو طحنوها، المهم تيبقى اختيار. انا غادي نحاول معاها حتى نمعسها غير بشويه، وها نتوما معايا. وصافي هنا المتتبعين من بعد ما معسنا هاد السويهله، ها نتوما يعني ساهله دغيا كتذوب حيت طايبه اصلا بحال هكا. يعني القياس داكشي اللي غنستعملو 2 مرات البشره ديالنا ولا مره واحده. وغادي نحتاجو المكون الثاني اللي هو الياغورت الطبيعي. الياغورت الطبيعي راه مهم جدا للبشره. هاد الوصفه عطاها واحد دكتور عماد، الصراحه جربتها وعطاتني واحد النتيجه اللي غزاله بزاف. هانتوما غادي نحتاج 2 معالق ديال الياغورت الطبيعي اللي هو دانون مسوس، وغادي نخلط هاد 2 مكونات بعضياتهم مزيان 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 بحال هكا. والمكون الثالث هو المايزينا، هانتوما اللي هي نشا الذره. غادي نحتاج منها يعني معلقه صغيره عامره مزيان ديال المايزينا، هانتوما بحال هكا. ومن بعد كنخلطوه. الصراحه دكتور عطى 2 مكونات فقط، السويهله والياغورت الطبيعي، غير انا زدت هاد المكونات الاخرين، ولكن حتى هما راه مزيانين، يعني كيجي الماسك ناجح 100%. جربوه وردوا عليه الخبر. يعني السويهله دابا وقتها كتكون يعني واخا غاليه الصراحه، الناس كيجيبوها يعني كيتقداوها، كتهزي منها واحد الطريف بحال هكا، يعني كتخلطي مزيان. والمكون الرابع في هذا الماسك هو الحليب مجفف اللي هو نيدو. ها نتوما غادي نحتاج حتى هو منه معلقه عامره مزيان. هادشي راه كيبقى اختيار، ولكن كيجي الماسك ناجح 100% بحال هكا. انا الصراحه هاد النيدو كيعجبني بزاف، نتوما اي حليب عندكم ديروه، حتى هو كيرطب وكيغذي البشره، راه زوين بزاف. حتى هو درت منه معلقه، يعني معلقه صغيره. يعني معلقه صغيره عامره مزيان ديال النشا، ومعلقه صغيره ديال النيدو، مع 2 معالق ديال الياغورت الطبيعي، و2 معالق ديال السويهله. المهم المكونات بساطين ولكن النتيجه ديالهم غزاله بزاف. هاد الماسك راه مهم جدا، واعر بزاف بزاف، يعني ضروري تجربوا هاد الماسك وردوا عليه الخبر.
ومن بعد المتتبعين صيبنا الماسك ديالنا وغسلت وجهي بالماء دافي والصابونه اللي كنستعمل. يعني ضروري نغسلوا وجهنا بالماء دافي باش نفتحوا المسامات. منين نطبقوا هذا الماسك البشره ديالنا تستافد من هاد المكونات. وهنا غادي نطبق معكم الماسك ديالي، ها نتوما بحال هكا. يعني ديروا حتى تحت العينين، ما عندكمش تخافوا. ماسك طبيعي 100% وكيرطب من اول استعمال، خصوصا الناس اللي عندهم بشره جافه بحالي. الصراحه هذا الماسك راه كيصلح لهم بزاف بزاف، يعني زوين مجرب، ماشي مره ماشي جوج. السويله الصراحه دابا وقتها راه واخا غاليه الصراحه، ولكن الناس كيشريوها. ملي كتاخديها كتقطعي منها واحد الطريف وكتستعمليه كماسك البشره ديالك. يعني زوين بزاف، كيرطب، كيعطي واحد النضاره اللي زوينه بزاف. من اول استعمال غادي تشوفي واحد الفرق بزاف في البشره ديالك. الا كانت البشره ديالك واكله الدق، ديري واحد المقشر قبل ما تطبقي هذا الماسك. يعني ضروري من تقشير على الاقل مره في السيمانه ولا 2 مرات على حساب البشره كل وحده. يعني تقشير البنات راه مهم، كيخلي البشره ديما زوينه ومنوره. وملي كنطبقوا الماسك للوجه يعني ضروري ما ننساوش الرقبه. راه شحال وحده كتشوف وجهها بيض والرقبه ديالها كحله، يعني باش يجي اللون واحد، ماشي يكون وجه صفا بحال هكا. دابا سخون حال اصلا، يعني كديري اي ماسك وكتدخلي دوشي عادي، ماشي بحال البرد. يعني البرد الصراحه كيعكز الواحد، ودابا راه الحمد لله الحال بحال هكا. انا الصراحه كنحماق على هادشي، ما نعرف الناس كاملين واش بحالي ولا. هادشي طبيعي راه زوين، ما تخافي منه ما حتى شي حاجه. الا ما نفعك ما يضركش نهائيا. يعني البشره ديالك ديما تبقى صغيره وزوينه، يعني احسن من داكشي كيماوي. راه مع الوقت يعني غادي يخرج لك على البشره ديالك. هادشي طبيعي زوين الصراحه، انا كنلقى فيه راحتي بزاف، وفعلا كيعطي واحد النتيجه اللي زوينه بزاف. نتوما بحال هكا. وما ننساوش حتى اليدين ديالنا. هاد الماسك كنديروه مده ثلث ساعه اللي هي 20 دقيقه، ومن بعد كتغسليه بالماء بارد عادي بلا ما تحتاجي ديري لا الصابون لا حتى شي حاجه، حيت هاد الماسكات كنستعملوهم بالليل. هادشي طبيعي ما كيدارش بالنهار نهائيا. يعني كتغسلي وجهك بالماء بارد عادي، ومن بعد كديري كريم مرطب ديالك صافي وانتي مرتاحه بحال هكا. وغادي نخليه حتى دوز 20 دقيقه، ومن بعد كنغسل البشره ديالي بالماء بارد عادي. هانتوما بحال هكا. الا نشف زيدوا عاوتاني واحد الطبقه اخرى باش تستافد البشره ديالكم مزيان. هادشي اللي شاطلينا ما كيخسر ما حتى شي حاجه. هانتوما غادي نديرو في الباب ديال الثلاجه، غندير شي حاجه اللي كتسد، وغادي نخليو نعاود نستعملو مره اخرى. هاد الماسك نديرو 2 مرات في السيمانه، زوين بزاف وداوموا عليه، وغادي تلاحظوا واحد الفرق اللي زوين بزاف في البشره ديالكم. يلا خليكم معايا. ومن بعد المتتبعين ما غسلت وجهي من الماسك، هانتوما النتيجه باينه وواضحه. هاد الماسك راه غزال بزاف 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 بزاف، كيعطي واحد النضاره اللي خطيره بزاف للبشره. ورطوبيه ما نقولكمش وجهي شحال ارطب. هاد الماسك راه مهم جدا للبشره، خصوصا الناس اللي عندهم البشره الجافه بحالي. ضروري تستعملوا هاد الماسك، راه زوين بزاف، كيعطي واحد الرطوبيه اللي واعره بزاف بزاف بزاف. واليدين حتى هما كيعطيوهم واحد النضاره اللي زوينه بزاف. انا غسلت بالماء فقط، الماء بارد عادي، باقا ما درت لا كريم لا حتى شي حاجه. عاد غادي نوض ندير الكريم مرطب اللي كنستعمل انا البشره ديالي. وانتم اي كريم كيجي مع البشره ديالكم ديروه، ولا اي زيت، المهم داكشي كيبقى اختيار. اي حاجه باش كترطبي البشره ديالك، يعني ضروري من الترطيب
باش يزيد يعطيك النتيجه اللي زوينه بزاف، خصوصا الناس اللي عندهم بشره جافه يعني ولا بد من ترطيب. وصافي هذا هو الماسك ديالنا اليوم، نتمنى يعجبكم وما تنساوناش بواحد لي لايك. الله يجازيكم بخير وتهلاو في راسكم حتى لا فيديو الجاي ان شاء الله. هاني مير.